وبطبيعة الحال نحب نعطي كلمة خاصة سيد رئيس الحكومة بعد إذنكم إلى الديوانة التونسية اللي هي كانت المؤسسة الأولى التي أمضت اتفاقية تعاون وشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك دقائق قليلة بعد إمضائكم واعتمادكم معنا الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. والحقيقة علاش أنا أفردت الديوانة بهذا التمييز؟ لأنها كانت المفاجأة السارة، لأنه عادة الديوانة ستيغماتيزي، ونحن نفسنا في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ما كناش حقيقة نعول كثيرا على هذا التعاون، ولكن الديوانة انخرطت معنا في برامج طموحة التكوين والتدريب وتنمية القدرات بطريقة مشتركة. يجيونا إطارات الديوانة ونعاونوا معهم في ملفات وفي آليات التقصي، وفي نفس الوقت هما بالمقابل يقوموا بتدريب وتكوين وتنمية قدرات إطارات الهيئة في التقصي في ملفات الديوانة اللي هي تعرفوا ملفات معقدة نوعا ما. تركيز جزر النزاهة في كل من ميناء حلق الواد الشمالي، محطة الركاب، راس جدير. تخيلوا راس جدير إن شاء الله ولات وباش تزيد تولي نموذج من نماذج النزاهة. مقتضى التعاون هذا هناك ديزابليكاسيون تطبيقات عالمية أصبحت على ذمة المواطنين لتسهيل معاملات مع الديوانة. أصبحت هناك كاميرات مراقبة مثبتة في أماكن عديدة لرصد كل حالات المخالفات وللفض الإشكاليات اللي تقع بين المواطنين وبين إطارات وعوان الديوانة. مع بعضنا عملنا حملات توعوية مشتركة بالتنسيق مع زاد كذلك وزارة النقل على متن بواخر المسافرين دفع المسافرين على استعمال التطبيقات هذه الإعلامية وتجنب الممارسات المخلة بالقانون والتنبيه والتبليغ في صورة تعرضهم أو معاينتهم لمخالفات. هناك برامج طموحة في المستقبل القريب والمتوسط في اتجاه الزيادة في عدد جزر النزاهة في الديوانة، هذا المرفق الحساس. قريبا سيتم تعميم التطبيقات هذه الإعلامية على جميع بواخر المسافرين وتمكين المواطنين من الخلاص بالنسبة للمعاليم والمصاريف المختلفة عن بعد، وهكا نحدوا من مشكلة معناها الاكتظاظ والاحتكاك. وزاد كذلك قريبا وإن شاء الله الإمكانيات تسمح سيتم تركيز هذوما الكاميرات المتنقلة للأعوان والضباط، وهذا بطبيعة الحال سيد الرئيس يتطلب إمكانيات اللي توا احنا قاعدين نوفروا فيها بالتعاون مع شركائنا الدوليين، ولكن أعتقد اللي زاد كذلك دولتنا وحكومتنا يجب كذلك أن تضع الإمكانيات اللازمة، خاصة اللي تتطلب معناها مصاريف كبيرة في هذا المجال.